في مدينة سيلاكوجا بولاية ألاباما الأمريكية، وتحديدا في 30 نوفمبر سنة 1954 وقع نيزك من الفضاء على سيدة اسمها إليزابيث كانت نايمة في بيتها. الساعة كانت 12 الظهر، ودخلت الأوضة علشان تستريح شوية على السرير ويدوبها تروح في النوم. فجأة سمعت صوت حاجة تقيلة بتخبط في السقف وبتكسره، ونزل جزء من الحاجة دي على رجليها، سبب لها كدمات خفيفة، وزوجها راح بيها بسرعة على المستشفى. الكل كان مندهش ومحدش عارف ايه الصخرة اللي شكلها غريب دي، مش موجود منها على كوكب الأرض نهائي. ولما جت الشرطة تعاين الأحداث وتعرف مين الشخص اللي عمل كده، ما توصلوش لأي حاجة في النهاية. واحد منهم شك في الصخرة دي وطلب إنها تروح المعمل علشان يحللوها، وكانوا عايزين يعرفوا ايه هي طبيعتها. هناك اكتشفوا انها نيزك واقع من السماء، وكان قطرها 18 سنتي ووزنها 4 كيلو جرام. والسيدة إليزابيث بتعتبر الست الوحيدة في التاريخ كله اللي حصل معاها الموضوع ده. واحد من مؤلفين السينما عجبته قصتها جدا وعمل عليها فيلم سينمائي. لو عجبتك القصة اضغط لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه، وما تنساش تشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. وقول لي رأيك دلوقتي في التعليقات. سلام.